السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله هيبقى تالت سيشن في كورس اساسيات البرمجة، وفي كام نقطة عايز اوضحها. اولا ان السيشن كنت بسأل فيها اسئلة، فانا في اجزاء مقطوعة اللي هي الناس بتجاوب فيها، فبالتالي انت ممكن توقف ساعة ما انا طلبت حاجة تتعمل في الكود وتجربها انت مع نفسك، وبعد كده تكمل الفيديو علشان تشوف الحل. تاني حاجة، بعد السيشن دي احنا هنوقف عشان امتحانات الميد ترم، فممكن نوقف اسبوعين كده، بعدها اكمل تنزيل الفيديوهات يعني على اليوتيوب. واخيرا نقطة بسيطة، يعني انا بس ما كنتش مجهز الشرح، فهتلاقوا ممكن بعد ما انا مشيت في جزء معين رجعت بس اوضح معلومة تانية في الجزء اللي قبله يعني. وبس لو انتوا استفدتوا من الشرح ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، علشان ان شاء الله برضو ناوي انزل محتوى عن البرمجة بشكل عام، مش مجرد كورس او بس. ويلا اسيبكم مع الشرح. اول حاجة خلينا نراجع سريعا على السي ان. تمام. انا كنت بعت لكم اللي هو الفيديو الاربع دقايق ده، شرحت فيه سريعا يعني. هو السي ان بكل اختصار نفس فكره السي اوت كده، اللي هو بطبع مثلا كلام. السي ان بقى ايه؟ انت عندك فاريبل وعايز اليوزر هو اللي يدخله، مش انت كمبرمج انت اللي تكتب على طول الاكس هتساوي 5، لا انت عايز اليوزر هو اللي يدخله مثلا. فبتقوم عامل سي ان اكس مثلا. تمام. لو جينا نطبعه، اوكي نسيت اكتب لو جينا نطبعه كده مثلا اهو، هتدخل 20 هيطبع 20 عادي. حاجه حبيت ازودها بس، ان مثلا اتعودوا مثلا تعملوا سي اوت قبل السي ان، توضحوا ان هنا في انبوت مثلا، لان انت لو مجرد ما انت عملت كده هو مفيش حاجه. هو انت ايش دراك مثلا، او اليوزر ايش دران ان انت المفروض يدخل حاجه. فانتوا مثلا المفروض تكتبوا سي اوت مثلا انبوت نمبر مثلا. تمام كده اهو. فايه، فهمت ان انا المفروض ادخل رقم، هبدا بس انا ادخل الرقم اللي انا عايزه وايا كان بقى هتعامل مع الرقم ده ازاي. تمام. فجربنا السي ان بالانت، نعمل بالكاركتر برضو. تمام. دخلت حرف الايه مثلا، ممكن اقوم عامل سي اوت للانت. تمام. انا بحاول اراجع برضو ايه على الحاجات اللي قلناها. او دخلت بي مثلا في مثلا، اهو طبع لي الرقم بتاع الحرف اللي هو الاسكي كود بتاعه. مثلا سترينج مثلا نيم، وهنا انبوت يور نيم مثلا. تمام. هنا كده طبعا، او ايه نخليها ويلكم مثلا. والاسم هيكتب اسمي اهو مثلا، ويلكم اسامه. هكتب مثلا نفس الفكره برضو ما قلتها في الفيديو. لو انا كتبت اسامه احمد مثلا، لحظه، كتبت اسامه احمد، هو مش بيقرا غير اسامه بس. تمام. ازاي نخليه يقرا الكلمتين دول؟ السيشن السترنج هنقولها يعني، هي السيشن الجاي ان شاء الله. تمام. إيه مثلا ايه تاني؟ الدبل. طبعا الدبل اي داتا تايب بيجي في دماغكم عادي يعني، مش هيجيب اي ايرور. فكوكوا بقى من السي اوت والحاجات دي. لو كتبت هنا مثلا هيطبع زي ما هو عادي. هو اهم حاجه اللي أنا بدخله بيطبع. تمام. فايه، ده السي ان بكل اختصار، اللي هي كاركتر انبوت. عايز بقى حد برضو نفس السيشن اللي فاتت يفكرنا اخدنا ايه السيشن يقول اخدنا ايه السيشن اللي فاتت كتوبكس. اي حد يتكلم يعني. اول حاجه كنا اخدنا ايه اقول مثلا؟ اتفضل اه. انا فاكر ان احنا خدنا الاف كونديشن والسويتش تمام. و... وايه تاني؟ حد تاني فاكر برضو يرفع ايده ويشارك برضو، او لو انت افتكرت تكمل عادي يعني ما بحاول افتكر. ماشي اتفضل يا محمود، قول. أخدنا الداتا تايب بتاعت الفاريبل تمام. اخدنا ده تايب بتعمق فعلا. تمام. والسويتش. تمام. واللوجيكال والراشونال. تمام. ما الداتا تايبس عامة اه. واللوجيكال اوبريتورز. الاوبريتورز اه. الاوبريتورز. تمام. أه... تفتكر هو كل اوبريتور كان اسمه ايه ولا؟ اللوجيكال كان عندك الاند امم. اور تمام. والنوت مظبوط. والاكس اور. ما قلناش الاكس اور بس. تمام ماشي.
ايه تاني بس كعناوين لوجيكال، يعني لوجيكال اوبريتور، وايه تاني وايه تاني وايه تاني. آه، لو مش فاكر عادي يعني، حد تاني يشارك مثلا او كده. خد بالكم المشاركة دي بنحط عليها بوينتس يعني، مش فور فن يعني. لو حد هيقول ها اخر فرصة عشان بس نبدأ على طول. ماشي. اخدنا الاوبريتورز اللي هم الايه، الارثمتك، اللي هم الجمع، ايا كانت بتتكتب ازاي، الجمع والضرب والحاجات دي. الاساينمنت اللي هي كنا بنقوم عاملين زائد يساوي مثلا رقم، او ضرب يساوي، او ايا كان. واخدنا اللوجيكال، واخدنا الريليشنال، او مش متاكد اسمها كده ولا لا، اللي هي اكبر منه واصغر منه والحاجات دي. تمام. اعتقد دي كده كل الاوبريتورز يعني. لحظه. خدنا واخدنا الانكريمنت والديكريمنت، اللي هي زائد زائد وناقص ناقص. تمام. ايه تاني؟ بس كده طبعا. تمام. مش عايزين نتعمق يعني، هو بس ايه، بنفتكر مع بعض من بره لبره. إيه طيب، دي كانت مراجعة سريعة كده. وقلنا السي ان تاني دلوقتي. تمام. هو ما فيهوش كلام كتير يعني. هو بس كنت نسينا نقوله في السيشنات اللي فاتت يعني. طيب هنتكلم النهارده بقى عن توبيك. خلونا مثلا ندي مثال. دلوقتي انا عايز اخزن درجات لمادة معينة، مثلا لفصل فيه 20 طالب، 10 طلاب مثلا، خليها 10 طلاب. تمام. فمثلا اول حاجة ممكن تيجي في دماغكم نعمل ايه؟ نبدأ نكتب student مثلا. student واحد مثلا درجته جاب 95 مثلا. تمام. بعدها مثلا student، بس عشان ايه نختصر. بعدها student اتنين مثلا جاب 80. بعدها student مش عارف تلاتة جاب 55. بعدها student أربعة جاب 10 مثلا، من كل ده من 100 مثلا. فهل دي طريقة منطقية إن أنا أقعد أخزن مثلا القيم، أقعد أكتب student كذا 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 كذا؟ يعني أكيد البرمجة مش هتسمح لكده يعني، لأن البرمجة يعني أذكى من الطريقة دي. تمام. فده يدخلنا لإيه، لتوبيك اسمه الأري. تمام. الأري دي هو كونتينر. تمام. هو كونتينر بتخزن فيه نفس الداتا تايب. تمام. كونتينر نكتبها ازاي مثلا؟ container with the same data type مثلا. تمام. يعني ايه the same data type؟ خلونا نشوف اول حاجه السنتكس بتاع الاري. الاري بنعرفه ازاي؟ نكتب الداتا طيب. تمام. بعدها الاري نيم مثلا. تمام. بعدها آه، القوس ده والقوس ده، وبنكتب جواه الاري سايز. تمام. بعدها يساوي قوسين كده وفاليوز، ايا كان بقى، او فاليو واحد، فاليو اتنين. تمام. فاليو تلاتة، ايا كان بقى اكمل لحد امتى. تمام. خلونا ده بقى نكتب ده بقى عملي. نكتب اول حاجه الداتا تايب. مثلا هنا انا كنت بخزن درجات طلاب، فاكتب انت برضو. الدرجات بتبقى انت، او ممكن حد يقول الدرجات بتبقى دبل او فلوت، فممكن نخليها دبل اهو. وحد جايب حاجه من 10 او كده. تمام. الاري نيم مثلا نسميها student grades مثلا. تمام. الاري سايز ما بين القوسين دول، مثلا عندي 10 طلاب زي ما قلنا. بعدها يساوي، بعدها الكيرلي براكتس. بعدها تبدأ بقى تكتب القيم، يعني واحد جاب 95، واحد قفل، واحد جاب 55، واحد جاب 12، واحد ايا كان بقى كانت الدرجات يعني. تمام. كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة مثلا، سبعة تمانية تسعة عشرة. تمام. اهو عملنا حتى فورمات عشان بس ايه. اهو كده احنا خزنا الدرجات. تمام. اقدر بقى ايه، يعني دي طريقة لتخزين الدرجات، بدل ما انا اقعد اكتب دبل مثلا وفار واحد واكتب اول قيمة وكده. تمام. دي طريقة لكتابة الاري. في طريقة تانية، ان انت ممكن، بما ان انت كاتب كل القيم اللي عندك هنا،
تمام. بدل انت كتبت انت 10 طلاب، فانت كتبت ال 10 درجات، تمام، تقدر تشيل الحجم، هو هيفهم لوحده انت اخد قد ايه، لان انت اوريدي كاتب. تمام. لكن في حالة تانية زي مثلا، يعني دي طريقة تانية للسنتكس بتاعه، بس نكتب هنا syntax. تمام. تقدر تكتب برضو الداتا تايب والاري سايز، تمام، كده نفس المنظر ده، وتعمل سيمي كولون. تمام. وتبدأ بقى تحط قيم بعدين. يعني في طريقة تانية ان انت تعمل ازاي كده، كده اهو مثلا، ده واحد بس وده اتنين عشان ما يجيبش ايرور، وتكتب مثلا هنا 10 اهو، وتبدأ تعرف بقى القيم دي بعدين. تمام. في طريقة تانية بما ان احنا هنا استغنينا عن الحجم، تقدر برضو تشيل اللي يساوي. تمام. يعني دي بس للمعلومة يعني، بس الأحسن إن احنا نكتب يساوي عشان ما نتلخبطش يعني وكده. تمام. فده كده السنتكس بتاع ازاي نكتب الاري. ازاي بقى نبدأ نأكسس الاري؟ يعني مثلا أنا عايز أجيب أول قيمة دي، أو مثلا تاني طالب أنا عايز أعرف هو جاب كام. تمام. فنعمل سي اوت مثلا student. تمام. ثانية. student 2 مثلا، 2 اهو student 2. عشان تكونوا عارفين العد في الاري ما بيبقاش 1 2 3 4 5، لا، بيبدأ من الصفر. تمام. يبدأ من الصفر، بعد كده واحد، بعد كده اتنين. يعني انا بحاول اكتب لكم كل عنصر عشان نعمل له اكسس بيبقى رقمه كام. ده مثلا صفر، ده واحد، ده اتنين. تمام. ده تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة. تمام. واخدين بالكم ان دول 10 قيم في الحقيقة، بس انت علشان مثلا توصل لاخر رقم بيبقى 9 مش 10. تمام. فمثلا انا عايز اجيب قيمة تاني ستودنت، هيبقى ايه؟ نكتب اسم الاري، خلي بس نشيل واحد، واحد دي، هنكتب اسم الاري ونفس القوسين دول كده اهو، وبكتب بقى الرقم اللي انا عايز اوصل له. فمثلا عايز تاني ستودنت هكتب واحد اهو. لو جربنا نعمل رن اهو، ستودنت 2 جايب 100. تمام. عايز اجيب قيمة اول ستودنت او جاب كام درجة، مثلا ستودنت 0 95 اهي. تمام. خلينا مثلا نحط برضو بوينت اي حاجة، بحيث نستفاد انها دبل يعني. تمام. عشان تعرفوا ان عادي اي داتا طيب اقدر اكتبه. مثلا كده ايا كان بقى. تمام. لو جاي مثلا ستودنت 0 اهو، جايب 95 و54 من 100. تمام. عايز مثلا اخر قيمة اخر ستودنت، هي الارقام تعمل لها شيفت. ده الفكرة وصلت، مش لازم بقى احط الرقم بالظبط قدام. عايز مثلا قيمة اخر ستودنت، هكتب 9. تمام. اهو جايب القيمة دي. لو انا كتبت مثلا 10، هو الفيجوال ستوديو كود ما جابش ايرور، لكن لو انت عملت رن جاب لك رقم عشوائي، لان يعني مش انت اوريدي قايل ان هي اخرها 9، او انت مخزن فيها قصدي 10 ارقام. هو 10 هيبدأ بقى يجيب حاجات عشوائية، يكتب 11 يجيب حاجة عشوائية. مش هو مش عارف انت بتجيب ايه. تمام. كنت عايز اصلا اكلمكم عن حاجه قبل ما نبدا في الاري، لكن ايه، بدانا فيها مش مشكله. وهي ان انت مثلا ما بتعمل انت مثلا نمبر وتخزن فيه قيمه، نعمل سي اوت اهو النمبر، عادي، مش اي مشكله. تمام. هيطبع لك الرقم. لكن في الحقيقه انت لما بتعمل كده، احنا قلنا ان اي داتا تايب ليه حجم. تمام. ليه 4 بايت مثلا، انت بياخد 4 بايت. ال 4 بايت دول الحجم ده بيتاخد من ايه بالظبط؟ من الرام. تمام. الحجم ده بيتاخد من الرامات، زي في اول سيشن خالص قلنا في السلايدات ان السبيس بيبقى من الرام. تمام. فافرض مثلا انت عايز تشوف الادرس بتاع الفاريبل ده، بتكتب قبل الفاليو اند اند دي. تمام. واحده، دي ملهاش اي علاقه باند اللي احنا قلناها في الاوبريتورز. تمام. لو جينا نعمل رن اهو، ما جابش 20، جاب بقى المكان في الميموري. تمام. ازاي تقرا الكلام ده؟ ده مش موضوعنا. تمام. يعني ده بيبقى ليه كلام تاني خالص، لكن ده مش موضوعنا. احنا كل اللي عايزين نعرفه ان انت تقدر تجيب توصل للمكان بتاع الميموري بتاع الفاريبل ده بان انت تكتب اند،
قبل الفاريبل، تمام، في السي اوت. تمام، فدي كده خليكم عارفينها. يعني احنا ممكن خلينا بس نكتبها هنا اهو، ادرس او ميموري ادرس، عن طريق ان انت تكتب كده الفاريبل نيم. تمام، تكتب اند قبل الفاريبل نيم. تمام، دي هتفيدنا في ايه؟ هتشوفه دلوقتي. تمام، نفس الكلام هنا. هنا مثلا انت عايز تجيب الادرس بتاع الفاليو التاسع اللي متخزن عندك، الفاليو العاشر، سوري، الفاليو العاشر، لان هم 10 ارقام. تقدر برضو تعمل اند. تمام، مثلا اهو لو جينا نعمل اوت اهو. تمام، ده بقى هيفيدنا في ايه؟ يعني خليني، انا عايز اوريكم حاجه ان احنا عملنا سي اوت. لحظه، صفر، او مش هيفيدنا في ايه، في حاجه يعني عايزكم تاخدوا بالكم منها. تمام، عملنا كده، عملنا كده. مثلا اول 8 قيم لو جينا نشوف حطيناهم تحت بعض، احنا قايلين ان الدبل بياخد، ده بياخد كام بايت؟ بياخد 8. تمام، فلو تاخدوا بالكم هنا في الاخر، بصوا كده على اخر رقم كان صفر. تمام، مع اول قيمه، تاني قيمه بقى 8. تمام، بعد كده بقى بدل ما ده كان اف بقى صفرين، بعد كده 8، بعد كده 10 بعد ال 8 يبقى 10، بعدها 18، بعدها. فتلاقوا ان يعني انا زي ما قلت ده مش موضوع ان احنا نشرحه، لكن الادرس بيزيد بمقدار 8. تمام، هنا مش عارف، هنا زاد بقى 10. المفروض يعني الادرس بيزيد بمقدار 8. فده معناه ايه؟ او ده ليه؟ لان لان الاري احنا لما بنعمل حاجه زي كده هو بيقوم اخد بلوك كامله في الميموري ويخزن فيها الكلام ده. عكس مثلا ما انا اعرف فاريبل، مثلا اي فاريبل كده اعرفه وادي له قيمه، هو بياخد مكان عشوائي في الميموري ويبدا يحط بيخلي الادرس بتاع الميموري ده في الفاليو بتاعت الفاريبل ده. لكن هنا انا حجزت بلوكه كامله، يعني مثلا حجزت 10 اماكن في الادرس في الميموري للقيم دي. تمام، دي معلومه هتفيدنا قدام. تمام، وهتبقى مشكله كمان قدام، وليه هيبقى ليها حل في الداتا ستراكشر يعني. تمام. فانا ايه كده وضحت لكم الجزء ده. طيب، انا قلت لكم مثلا ان احنا ممكن نعرف الاري بعد كده نبقى ندي لها قيم بعدين. ازاي الكلام ده؟ احنا ممكن نقوم عاملين كده اهو. تمام، ونعمل كده كده مثلا، وهيبقى اقول فيها 5 عناصر بس. تمام، نفس الفكره اللي احنا كنا بنعمل بيها سي اوت. يعني احنا هنا مثلا خلينا برضه عشان ايه كل حاجه تبقى مكتوبه، عشان ناكسس عشان ناكسس الاري بنكتب array name، بعد كده الاندكس. الاندكس ده اللي هي طريقه العد في البرمجه عامه، اللي هي الصفر، واحد، اتنين، تلاته، اربعه كده. ده معنى الاندكس. تمام، فانت بتاكسس بالطريقه دي، سواء بقى هتعمل سي اوت، سواء بقى ايه. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي انا لو عملت سي اوت student جريد صفر، مش عارف هو هيجيب ايرور ولا لا، بس هو جاب رقم عشوائي لان انا اوريدي ما خزنتش فيها حاجه. طب ما هي نفس الطريقه دي اقدر اعمل student جريد صفر هتساوي مثلا إيه كده مثلا اي رقم. تمام، هاجي اطبع اللي هي اتخزنت اهي خلاص. تمام، فبالتالي انت تقدر تخزن القيم بالشكل ده، ما تخزنهاش مره واحده من هنا، تقدر تخزنها بالشكل ده. تقدر تعمل كده مثلا اهو، تغير بقى واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. تمام، 80 كده مثلا، أي أرقام بقى يعني. تمام، بس أديكم مثال. تمام، كده وكأنك يعني الطريقة دي وكأنك كتبت يساوي وحطيت القيم دي. تمام، ده كده السنتكس بتاع الاري، وازاي تعمل سي اوت او تحط الفاليو انت من عندك، او تحطها بعدين يعني اصلا. تمام. أم، طيب، دلوقتي مثلا ازاي اقدر، بس ثانية بقى قبل ما ندخل في الجزء ده.
ماشي، في طريقة تخليني اقدر اطبع الحجم بتاع الاري. تمام. وهي احنا زي ما قلنا من شوية مثلا ده دبل، فالدبل بياخد 8 بايت. تمام. ففي حركة كده اسمها، احنا كنا بنستخدم سايز اوف عادي. تمام. استخدمناها عشان نعرف حجم كل حاجة. فاحنا حتى لو عملنا كده سايز اوف دبل اهو، وعملنا سي اوت لده، تمام، ما عادش لازمة اهو. هيقول لنا 8 عادي. طب افرض مثلا أنا عملت سايز اوف ستودنتس جريد صفر مثلا اهو، عايز اشوف حجم اول اسمه ايه ده، اول قيمه. هيقول لي 8 لان هو كده ولا كده دبل. طب مثلا اول تاني واحد 8 لان هو كده ولا كده دبل. تمام. فدي برضو حاجه مفروغ منها يعني. كل دول لو حطيتهم في السايز اوف هيطلعوا دبل. طب في حاجه بقى نقدر نعملها، او في باستخدام السايز اوف نقدر نحسب الحجم بتاع الاري. ازاي؟ بعيد عن ان هو عندنا هنا، لكن انت ممكن تكون محتاج الحجم ده كفاريبل تستخدمه بعدين. طب ازاي تعمل الحركه دي؟ خليها الاول بس هنا سي اوت مثلا. ممكن نخزن القيمه بان احنا نعمل سي ان ليها. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا نعمل كومنت لكل ده مثلا. تمام. ممكن نعمل سي ان العادي ستودنت جريد صفر. تمام. كده انا هخلي اليوزر هو اللي يدخل، او مثلا ممكن هنا المدرس مثلا هو اللي يدخل اول قيمه في الاري. تمام. نعمل سي اوت اهو عشان نشوف هتدخل فعلا ولا لا. كده اهو، اهو دخلت عادي. تمام. فاحنا نقدر نعمل سي ان او نخلي المبرمج هو اللي يدخل يعني القيمه. طيب انا كنت قاعد اقول لكم ازاي نحسب الحجم. بنعمل ازاي بقى؟ بس نشيل الكومنت من هنا. احنا بنعمل سي اوت مثلا، احنا عارفين ان الحجم 5، فنعمل سي اوت. احنا الاول حاجه لو احنا جربنا نعمل سي اوت للستودنت جريد لوحدها هيدينا ايه؟ لو كده نجرب مثلا اهو. معناه ايه بقى المنظر ده؟ ده زي ما قلنا فوق الميموري ادرس. تمام. لو انت كتبت اسم الاري لوحده هو بيطبع لك الميموري ادرس بتاع اول قيمه فيه. تمام. يعني ايه؟ عشان نتاكد هو بتاع اول قيمه ولا لا. عملنا كده اهو. طبعا الميموري ادرس ممكن يتغير عادي لان احنا في الرامات القيم بتروح يعني مش لازم يبقى نفس الفاليو عن كل مره بعمل رن. يعني كل مره بعمل رن ممكن يتغير وممكن ما يتغيرش. تمام. فهنا الستودنت جريد لوحدها لو انت عملت لها سي اوت هيطبع لك الميموري ادرس بتاع اول قيمه في الاري. تمام. الاثنين ادرس، واخدين بالكم؟ فهنقدر نستفاد من دي ايه؟ لو انا عملت الادرس بتاع اخر عنصر ناقص الادرس بتاع اول عنصر. تمام. طبع لي 4. تمام. واحد اتنين تلاتة، المفروض يطبع 5، مش عارف هو طبع 4 كده. ماشي. المفروض أصلا لا، المفروض يطبع المفروض الطريقة دي هي اللي بنطبع بيها الحجم بتاع الأري. حد عنده فكرة مثلا ممكن الغلطة تبقى فين؟ حد أصلا متابع معايا أنا بتكلم في إيه ولا؟ استنى يا معلم، بتتكلم في إيه؟ الكلام قول على ايه؟ مثلا قول مثلا هنا ليه طبع 4 مش 5؟ ماشي، انت هنا واخد الريفرنس صح؟ امم الريفرنس المكان الرابع وطرحت منه الادرس. امم ماشي. المفروض طبعا المفروض معاك ايه يطبع بقى؟ طبع 4 مع إن أنا عندي أربعة. 5 عناصر. معاك 5 عناصر. ما هو ده العنصر. ما هو ده العنصر اسمه ايه؟ الرابع كريفرنس. ما ده السايز. بس عندي ما 5 انت عناصر. انت هتعرف يعني. بتقول إيه؟ ما هو ده الطرح. ويت. آه. هو مش احنا كده طرحنا
حطيتي هو ميوت مش احنا تاني كده لو خدنا العنصر اللي هو مكتوب جنبه 3 من الأول، فاللي هو هنطرح 79.5 من 75.5 فيطلع لنا 4. هو لا، الري كنت بتعامل مع الادرس. مش الري في الأربعة ده معناه الإليمنت الخامس، صح؟ المفروض. ماشي. ناقص اسمه ايه؟ انت دلوقتي عامل بوينتر على الري في الزيرو. الري في امم الزيرو ده معناه الإليمنت الأولاني. امم ماشي، 5 ناقص فيبقى انا 4. كده بطبع فيبقى انا كده بطبع بقى عشان كده بايظه ان انا بشيل اه بطرح ده من ده. هي من آخر 4 ناقص 0 يعني. اللي احنا بنعمله هو 4 ناقص 0، فهو هيبقى اه 4. يعتبر طيب. امال ازاي كانت بتتعمل؟ مم. كان في حاجه كده بالسايز اوف تقدر نخليها نطبع بيها الحجم، مش قصدي المساحه بتاعت الاري. فاكرني كانت ثواني طيب. يعني كنا بنكتب سايز اوف اري على طول، صح؟ امم اي اكتب سايز اوف اري ما صح هي سايز وقسمها اوف على اري. سايز اوف اري في الزيرو. سايز اوف اري واقسمها على سايز اوف اري في الزيرو. فاهمني؟ عشان البايتس، انت مش عايز سايز الاري بس. هي السايز الاري بالظبط. بس لوحدها هيطبع ايه؟ 40. هيبقى البايتس هيحسب لك. انت عايز بقى تقسمها بالظبط. على اللي البايت اللي هي واخدها الإيميل ايوه لوحده. ايوه 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 ايوه, أيوة. مثلا ممكن عشان تبقى بطريقه دايناميك مثلا نخليها كده مثلا اهي كده ظبط. تمام. ده يعني هنا كده عملت ايه؟ طبعت السايز اوف الستودنت جريدز دي. يعني ايه سايز اوف ستودنت جريدز دي؟ بتجيب لك مثلا احنا عندنا 5 عناصر والعنصر ب 8 بايت. فهو كأنها جايب دي بيطبع لي 5 في 8 حرفيا اهي من شويه اهي 40 على السايز اوف اي عنصر منهم اللي هو ب 8، فهيطبع لي كام عنصر عندي. تمام. يعني سايز اوف array name مثلا هي بتساوي ايه؟ الداتا طيب سايز في اللينكس نقدر نقول بتاع الاري. array lengths. اوكي. كلمة array راحت فين؟ array lengths. تمام. فاحنا بالقانون ده نقدر نستخدمه ان احنا نجيب الاري lengths لوحده. احنا نقسم ده على ده. تمام. فدي طريقة ان احنا نجيب فيها المساحة بتاعة الاري. ممكن نخزنها بقى ايه؟ نكتب array مثلا lengths مثلا ونخزنه في variable يعني. تمام. حد رفع ايده ولا ايه الصوت ده؟ في حد؟ ماشي. فكده احنا خزنا مثلا مساحه حجم الاري في فاريبل نقدر بقى نستخدمه بعد كده. بعدين نقدر نعمل سي اوت على طول array lengths. تمام كده اهو. كده اهو هيطبع لي 5 على طول. تمام. ايه تاني ممكن نقوله؟ احنا قلنا ازاي نعمل ابديت نقدر مثلا احنا هنا خلاص اهو. فوق بقى من الكلام ده كله. احنا هنا لو عملنا سي اوت مثلا سي اوت student جريد مثلا للتاني مثلا هيطبعهم لنا عادي اهو. اقدر عادي بعد كده اغير القيمه دي، مش هيجيب لي اي ايرور يعني. تمام. يعني ممكن اخليها مثلا هي كانت كام الاول؟ كانت 55. ممكن اخليها 20 مثلا. لو جيت اعمل سي اوت تاني. تمام. خلينا بس نعمل هنا كده اهو. قيمتها بتتغير عادي يعني. ما مش هيجيب لي ايرور او اي حاجه. تمام. ايه تاني ممكن نقوله؟ طيب يعني ايه array اصلا؟ لو حد حاول يترجمها حرفيا يعني ايه array؟ array يعني مصفوفه المفروض. تمام. ما كانش سؤال يعني. انا كنت بكمل شرح يعني معلش. يعني ايه مصفوفة؟ المصفوفة عندنا بتبقى عبارة عن صفوف وأعمدة. تمام. فاحنا نقدر نعمل الكلام ده برضو بالبرمجة ان احنا نعمل مثلا انت
خلينا بس نكتبها كده اختصار للاري بدل اسم كبير، ونعمل القوسين المربعين دول جنب بعض. هو طبعا كده لوحده هيجيب لي ايرور. تمام. او خلي مثلا 3 صفوف و3 اعمده. الطريقه دي ايه؟ انت هنا بتكتب الصفوف وهنا بتكتب الاعمده. تمام. خلينا نكتبها هنا اهو مثلا 2D، اسمها 2D طبعا، اللي هي 2 dimensional array. اتعمل ازاي؟ داتا طيب برضو، بعدها array name، بعدها rows columns. تمام. طب ازاي ابدا اخزن فيها؟ نبدا نعمل يساوي مثلا، وكل قوس بيبقى صف. يعني ايه؟ يعني مثلا انا اول، يعني خلونا بس نعملها بطريقه احسن كده اهو. كده اهو 1 2 3. تمام. خلينا نحط 4 5 6. تمام. كده العنصر ده هيبقى اول حاجه، يعني في اول صف في اول عمود. تمام. ده هيبقى في اول صف في تاني عمود، ده في اول صف في تالت عمود. تمام. بتبقى اهو، يعني ده المنظر بتاعها هو حرفيا. تمام. طب ازاي اكسس العنصر ده؟ احنا قلنا ان احنا بنبدا عد من صفر، فيبقى ده ايه؟ صفر صفر. احنا عملنا صفر، اري لصفر صفر. تمام. انا عامل سي اوت لحاجات قبل كده. تمام. عملنا كده اهو. خليها كده عادي اهو، صفر صفر. نقدر نظبط السي اوت بحيث يطبع كل العناصر. ازاي مثلا؟ احنا في اول صف في تاني عمود، اول صف. أنا نسيت اعمل السي دي هنا. تمام. اول صف تالت عمود، تالت عمود. تمام. نقدر نعمل كده. نسيت احط دي هنا، كده كده. تمام. الصفر دي بتدل على اول صف. طب هنا بقى انا عايز انزل لتاني صف، نبدأ نحط هنا واحد، هنا واحد، هنا واحد. عايز انزل لاخر صف، هنا اتنين، هنا اتنين، وهنا اتنين، وهي كده ولا كده نفس الاعمدة. فلو جيت اعمل كده اهي، واحد اتنين تلاتة خمسة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تمام. فدي الطريقة اللي انت تقدر تأكسس بيها ال 2D array. وطبعا تقدر تغير القيم عادي، نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق عادي. تمام. انت اول حاجة بتكتبها الروز وبعد كده الكولومز. تمام. اي حد عنده اي سؤال مثلا في الاري، حاجة مش فاهمها او كده؟ في برضو معلومة يعني، بس هي هتلخبطكم. تمام. هي ملهاش لازمة او مش بتستخدم، لكن ايه، ان انتوا ممكن تشيلوا اصلا الاقواس دي، وهو هيفهم برضو لوحده التقسيمة دي اهو. لو شلت الاقواس مش هيجيب لك اي ايرور. عملنا سي اوت هيطبعها زي ما هي يعني. لكن دي هتلخبطك انت يعني، مش هو الكومبايلر مش هيتلخبط، بس انت اللي هتتلخبط. هي طيب ستودنت جريد اللي كتبناها فوق دي تعتبر اري برضو؟ اه دي اه، مش اري شرط برضو. اكتب اري، يعني اري دي مش حاجة ما هو عارفها اصلا. لا، هي طريقة كتابة الاري ان انت الداتا تايب وايا كان بقى الاسم اللي انت عايزه، وال... والمساحة بعدها. اه، مساحات اللي هو عددهم يعني. اه عددهم. تمام، مش فهمت خالص. انا بس كاتب هنا array عشان اختصر، يعني زي اي variable name، زي int x y ايا كان. هو معنى ان انا كتبت 5 ومش جنبها قوس تاني، معنى كده ان ده عدد الروز بس. يعتبر تمام. لا، ايه، عدد ايوه. العناصر بقى هي array عادية مش 2D. تمام ماشي. طبعا في برضو زي ما في 2D في 3D array. ممكن نعمل كده مثلا برضو، لكن مش موضوعنا يعني. انا مش عايز اشرحها عشان ما اعقدش عليكم مفهوم الاري. بس في 3D array لو انتوا عايزين تبحثوا عنه يعني براحتكم. تمام. طب افرض مثلا انا عايز الاري هنا. خلونا بقى من 2D array، يعني خلونا نعمل ده كومنت حتى ننزله تحت، بس لو حد حب يرجع له. افرض مثلا هنا انا ما اعرفش العدد الارقام اللي هتجي لي قد ايه. تمام. دي في الاري ده عيب فيها، ان احنا ما ينفعش نخلي هنا variable. يعني عملت انت اكس مثلا وهتساوي، حتى لو كتبت هتساوي 5، حطيت الاكس، او خليها بلاش اكس، خليها سايز مثلا، لو حطيتها هنا جاب لي ايرور. ليه؟
لان علشان يعرف يعمل array في الميموري لازم يكون القيمه هنا دي ثابته. يعني ايه ثابته؟ يعني بنحط قبل دي كونست. تمام. كونست دي انا ما اعتقدش ان انا كنت قلتها، دي بتدل ان القيمه دي ثابته وعمرها ما هتتغير. يعني ايه ثابته وعمرها ما هتتغير؟ يعني خلاص انت 5 خلاص هي 5. لو انا عملت سايز هتساوي مثلا 10 هيجيب لي ايرور. انت قلت لي خلاص ان السايز ب5 من الاول، ما ينفعش تتغير اهو. يعني ما ينفعش يبقى قيمه بتتغير. تمام. آه كده بس عشان اتاكد. اه عادي ماشي. فكده برضو يعني ده معناه ان احنا ما نقدرش نعمل سي ان للكلام ده. يعني احنا لو عملنا كده اهو اصلا المفروض ده جاب ايرور. ما دام هي قيمه ثابته فانت لازم تديها لي من الاول. اصلا الكونست معناه ان انت هتدي القيمه، انت كمبرمج انت اللي هتحط القيمه، ما ينفعش اليوزر. يعني انت لو حتى عملت كده هيجيب ايرور برضو المفروض. ما ينفعش حتى تعمل سي ان اهو. ما ينفعش تعمل سي ان الكونست. تمام. كونست. فبالتالي ده كده عيب. لحظه، ده كده عيب هيتحل قدام شويه برضو في الداتا ستراكشر. وبرضو هنقولها بس مش متاكد لسه في السيشن اللي بعد الجايه ولا لا. بانواع كونتينرز مختلفين. يعني في الداتا ستراكشر في عنوان اسمه اس تي ال. تمام. اس تي ال. تمام. ده بيبقى فيه انواع تانية للكونتينرز زي حاجه اسمها فيكتور، حاجه اسمها ماب، حاجه اسمها ست، حاجه اسمها ايه تاني مثلا، في مالتي ست، مالتي ماب، حاجات كتير بقى. تمام. هنقول اجزاء منها في الداتا ستراكشر. وفي مثلا حاجه عندنا اسمها بير برضو. ده بيبقى رقمين. البير والفيكتور غالبا هنقولهم يعني هشرحه لكم انا. تمام. في الداتا ستراكشر هيبقى هو بقى المالتي ماب، المالتي ست، الست، الماب، الحاجات دي. تمام. الحاجات دي بقى هي دي اللي بتعالج مشكله ان انت ما تقدرش تخزن. يعني تخلي اليوزر هو اللي يدخل كام رقم هيتخزن لك. تمام. الكونتينرز دول هم اللي بيعالجوا المشكله دي. تمام. واللينكد ليست دي اهمهم طبعا. تمام. كده كمعلومه يعني. تمام. ايه تاني مثلا نقدر نقوله؟ احنا الاري دي كده بما ان احنا بنكتبها كده من غير ما نعمل انكلود لاي لايبراري. يعني انا مش عامل انكلود غير بتاعه الانبوت والاوتبوت. فده معناه ان دي موجوده في اللغه عادي. طيب. في كل ده في مكتبه بتخليك تعمل انكلود انكلود اري. دي بتخليك تكتب اري بس بطريقه مختلفه. يعني الطريقه دي السنتكس ده اسمه سي ستايل اري. يعني ايه سي ستايل؟ يعني دي الطريقه اللي في لغه السي برضو. لان احنا في لغه اسمها السي. دي الطريقه اللي في السي برضو كانت بيتكتب بيها الاري. تمام. في بقى طريقه تانية ان انت تعمل انكلود للايبراري اسمها اري. تمام. تكتبها ازاي؟ لغه بتتكتب كده، بعدها كده بعدها المساحه، بعدها مثلا ار تساوي اهي. تمام. بتكتب array. تكتب بقى كلمة array. تمام. بعدها أكبر منه وأصغر منه، وفي النص بتكتب الداتا تايب والمساحة. وبعد بقى ايه الفاريبل نيم والقيم. تمام. نكتبها هنا برضو. دي اسمها كلاس. يعني ايه كلاس؟ هتفهموه في الاو بي، بس خليكم عارفين ان ده كده اسمه كلاس، او انت كده بتستخدم الاري كلاس. تمام. تكتب array بعدها قوسين ده داتا تايب سايز، بعدها array name، بعدها يساوي values بقى يعني كان value واحد. تمام. ايا كان بقى انت هتخزن فيها قد ايه. برضه سيمي كولون في الاخر طبيعي يعني. دي ازاي برضه ناكسسها؟ نفس طريقه الاري العاديه. نكتب ار اهو مثلا 2. هيطبع لنا ايه؟ 0 1 2 هيطبع لنا 3 اهو. تمام. عايز اغير قيمه فيها، هعمل ار 2 اري 2 هتساوي مثلا 100. حطيت سيمي كولون في الاخر اهو، بقت 100. تمام. فهي دي بس اختلاف طريقة كتابة الاري بس انت بتأكسسها وبتغير القيم اللي فيها بنفس الفكرة يعني.
ازاي نعمل بقى 2 ديب دي برضو مش موضوعنا، لان دي في معظم الوقت يعني مش بتستخدم، يا بس طريقه حبيت اقولها يعني. تمام. دي بقى ليه بتستخدم؟ دي فيها حاجه اسمها ميثودز جاهزه. يعني ايه ميثودز جاهزه؟ انا اقدر اعرف اجيب الحجم على طول من غير ما اضطر اعمل الحسبه اللي عملناها اهو. array.size، لو عملت سي اوت الكلام ده هيجيب اللي على طول لوحده 5. تمام. لو عملت اقدر مثلا في حاجه اسمها array ثانيه، هقول لكم حاجه اوت عشان بس ايه تتاكدوا ان القيم بتتغير. كده كده كده. ماشي. تمام. كده الطريقه دي هتخليه يطبع كل قيم الاري. تمام. فكك من array dot size دي اهو، هيطبع 1 2 3 4 5 جنب بعض. في ميثود تانية اسمها fill. يعني ايه fill؟ يعني أنا عملت array dot fill، من اسمها الترجمة هيخلي كل القيم بدل ما هي قيم كده هيخليها قيمة ثابتة، أو يعني كده هو مثلا خليت array fill 100، وجيت أطبع الكلام ده تاني بعد ما كانت 1 2 3 4 5، ملى الاري ب 100 100 100 100 بس. تمام. فدي ميثودز بتبقى جاهزة في الكلاس array. نقدر نكتبها هنا برضو array plus ميثودز مثلا. يعني ايه ميثود وازاي انت تعمل الميثود دي هنقولها في الاو بي برضه، يعني خليكم بس عارفين الاسم دلوقتي وهنتعمق اكتر فيها في الاو بي يعني. في السايز، في الفيل، في ايه تاني مثلا ممكن نستخدمه؟ هنا بقى تيجي نقطة الدوت اوبريتور. كنت قلتها لكم في الاوبريتورز، قلت لكم الدوت دي بتخلينا ناكسس الميثودز. تمام. فانا لو عملت دوت هلاقي حاجات كتير هنا. تمام. هيجي وقت وهنشرح كل حاجة وهنعمل احنا كل حاجة من الحاجات دي. تمام. نقدر مثلا اوريكو دوت امتي مثلا. دي ميثود. دي بترجع يا ترو يا فولس. هو بيشوف، هي اللي في دماغي هو بيشوف الاري دي فيها عناصر ولا لا. فهي هنا هل فيها عناصر فهيرجع صفر. يعني السؤال بيبقى ايه؟ هل هي فاضية؟ لا، او فولس فهيرجع صفر. لو انا فضيتها كده اهو مثلا، تمام، وشلت بس ده عشان ما يجيبش ايرور، هي بقت فاضية. اوكي. المفروض ان هو بيرجع واحد، بس انا مش عارف ايه الكلام ده. المفروض بيرجع واحد ان هي بقت فاضية يعني. تمام. المفروض ده اللي بتعمله، بس مش عارف ازاي بترجع صفر. طيب، حاجة برضو كنت عايز اقولها لكم، ان لما احنا نعمل array size هنقدر نشوف السايز دي مكتوبة ازاي. ان انت اضغط كنترول في الكيبورد وروح كده على الميثود دي واضغط عليها، هتلاقيه المفروض بيرجع لك. طيب خلينا نشوفها مش في السايز، خلينا نشوفها مثلا دوت باك. المفروض دوت باك دي هترجع لك اخر عنصر. تمام. خلينا من ده. حد اتكلم ولا بالغلط؟ ماشي. الدوت باك دي بترجع لك اخر عنصر. فاحنا لو رحنا نشوف الدوت باك معموله ازاي، هنلاقي بيقول لك الاري ده ناقص الحجم ناقص واحد. الاري ده قصدي الحجم بتاعه ناقص واحد. دي نفس الطريقه اللي احنا نقدر يعني اهو، الحجم ناقص واحد اللي هي 5 ناقص واحد اللي هي 4. فدي فعلا الطريقه اللي احنا نقدر نطلع بيها 5. تمام. فهي حاجه زي الباك مش هتفيدنا قوي، او يعني انت دي مش دي فايدة الكلاس ان ميثود زي الفل مثلا دي بتوفر علينا ان احنا نكتب كود طويل السايز مثلا بدل ما انت تكتب الحسبة. تمام. لكن هي الميثودز المهمين دلوقتي السايز والفل يعني، او اللي ممكن تستخدمه. في برضه ميثودز تانية يعني مش دول بس اللي موجودين في الفرونت زي ما قلت الباك. الباك دي قصدي اللي جربناها. الفرونت نفس فكرتها، بتطبع اول عنصر. تمام. عندنا ات اد دي اللي هي بيقول لك نفس وكأنك عملت كده اي صفر مثلا، لو عملت اد
حد رفع ايده؟ اتفضل يا محمد، قول عادي. هو بس هي الفل دي يعني هنستخدمها في ايه؟ يعني انا حاسس ان هي ملهاش لازمه، يعني كل اللي بتعمله بس بتخلي كل الارقام نفس الرقم، مش كده؟ ليها استخداماتها. بص يعني خليك عارف، مادام حاجه اتعملت هي ليها مم. استخداماتها، حتى لو انت مش هتستخدمها دلوقتي، فاصل لو ملهاش استخدام هم عملوها ليه؟ فاهم قصدي؟ ايوه ايوه. هي اكيد ليها المواقف بتاعتها، بس احنا حاليا مش عارف اجيب لك مثال ممكن تستخدم في ايه، بس هتستخدم يعني صدقني. تمام. تمام. الاد دي نفس فكره القوسين المربعين دول، انا مش عارف اسمهم ايه، سكوير براكتس، اه. تمام. فاد صفر هي وكانك عامل كده، اد واحد هي كانك عملت كده. تمام. اهو هيطبع اتنين اتنين. تمام. فاد دي هي نفس الفكره. ايه تاني ميثودز مثلا؟ مم، ماشي. اعتقد كده دي كل حاجه ممكن تتقال في الاري. تمام. تعالوا نراجع تاني. احنا قلنا ميموري ادرس بنحط اند قبل الفاريبل نيم. الاري كونتينر من نفس الداتا تايب. طب تعالوا نجرب. انا بقول من نفس الداتا تايب، خلاص فككم من الاري كلاس دي. خلينا نكتب الاري دي العاديه مثلا كده اهو. افرض مثلا كتبت هنا اسامه مثلا، اهو جاب لي ايرور. الكومبايلر قال لي ما ينفعش انت حاطط سترينج. هو المفروض حاطط سترينج جوه كونتينر بتاع ارقام بس. تمام. اللي نقدر نعمله نقدر نعمل كده مثلا. ليه؟ لان ده هيقوم محوله للاسكي فاليو بتاعته اللي هي 97، فهيخزن هنا 97. يعني انا عملت سي اوت اري 4 4 اهو، طبعا 97. تمام. نقدر نعمل اري اوف كاركترز مثلا. هنا بقى ما جابش ايرور ليه؟ لان هو هنا راح شاف الاسكي كود بتاع واحد ده بتاع ايه. يعني احنا لو فتحنا الجدول، او بعيد عن الجدول، لو عملنا هنا واحد طبع لي شكل كده، لان ده يعني الشكل ده الاسكي كود بتاعه هو واحد. اتنين مثلا، تعالوا نشوف اه هنا مثلا الاسكي كود بتاع يعني واحد ده الاسكي كود بتاعه، اتنين ده الاسكي كود بتاعه. تمام. تلاتة مثلا قلب مثلا. هنا بقى لو رحنا للأربعة هيطبع الايه عادي. تمام. عارفين لو كتبت هنا 97 هيطبع برضو الايه. تمام. تقدر نعمل من اسامي اهو، او من اسامي ايه، من سترينجز مثلا عادي. اسامة مثلا، احمد، جي مثلا، محمد، ايا كان بقى. تمام. وهيطبع عادي يعني، خليه عشان ده يطبع سؤال عادي. آخر حتة دي تاني عشان ما تهت، ما فهمتهاش. حتة الكاركتر دي، اه بص هو ثواني انا عايز اجيب الجدول عشان افهمك قصدي. عشان بس ايه، بص هنا مثلا انا كنت بقول لكم هدي اظبط لك بس مثال عشان الدنيا توضح. مثلا أنا المفروض قايل له ان الاري دي هيبقى جواها حروف. تمام. فلما بعمل كده هو بيفهم ان دي الاسكي فاليو او الاسكي كود بتاع حرف معين. مثلا هنا لو شفت ده الاسكي كود بتاع ايه، نلاقيه بتاع علامة التعجب. احنا لو رحنا هنا فعلا نشوف نلاقي اهو علامة التعجب الاسكي كود بتاعها 33. فانا قصدي ان الحركة دي تنفع عادي ان انت تحطها كاركتر وتخزن فيها ارقام. يعني الطريقة دي هي وكأنك عامل، ما تجيبش ايرور، وكأنك عامل كده. تمام. لو جينا نشوف تاني فاليو، علامة دي وكأنك عامل، اعتقد هيجيب ايرور ولا اوكي ما جابش ايرور عادي. فاهم قصدي يعني. دي الاس كود بتاعها 33، فلما حطيت هنا 33 قام طبع لي الحرف. وكأنه هنا بيعمل كونفرجن اللي احنا قلنا عليه، ان هو بيقوم جايب ال 33 دي وعمل ايه، يعني زي نفس فكرة لو عملنا سي اوت كاركتر بتاع 33. تمام. ننزل كده. تمام ماشي. هو ايه البروبلم اللي عنده هنا؟
مش عارف هو ايه اللي مضايقه الصراحة، دي مثلا اللي مضايقه ولا ايه؟ هذا سبيسز من دبل كوتيشن. الايه؟ السبيسز اللي انت حاططها، شايف تاني element اه ماشي. انا كنت حطيت سبيس بس عشان يبان ايه اللي انا كاتبه، يعني كده كانت حطهم كانتش جوه واضحة. بعض خلاص. مم. اهو. ده شوية. خلوا ده صفر مثلا. اهو. هي هنا انا حاطط رقم مع ان ده كاركتر، فهو كأني بعمل كده. فاهم؟ يعني اتمنى ما تلخبطوش، ولو حد اتلخبط يقعد يجرب هو مع نفسه يعني. كنا قلنا ايه كده؟ اه نقدر نخليها اسامي مثلا. يعني افرض مثلا هاخد لستة اسامي ناس هتروح ايفنت معين مثلا، نيمز اهو، وهم 5 اسامي مثلا. اهو اسامة عادي، احمد، آه، ايا كان بقى الاسم. تمام، خليهم 4 وخلاص. بس مش سي اوت اهو مثلا. انا مش لازم array. اكتب الاسماء، عدد الاسماء في البراكت دي صح؟ مش لازم اهو عادي اهو. بس لو انت كتبت 4، يعني انت كاتب 5 بس انت مخزن 4، هي مش هيجيب ايرور. بس لو انت بقى حاولت تشوف 5 عنصر ده، هيجيب لك قيمة عشوائية خالص. اصلا ما طبعش حاجة، مش عارف ازاي اصلا. ايوه عشان السترنج ما بياخدش garbage value، اللي بياخده ارقام. يعني لو جربت ارقام هياخد garbage، فاهمني؟ حاجه اهي. كده ربط بالميموري عشوائي. امم يعني في السترنج مش بيخزن قيمة عشوائية، لا هو مش بيخزن اصلا. لو عملت 3 مثلا، اللي هو ده اهو، طبق اسراء مثلا. تمام، فخليها كده او ممكن نشيلها خالص. تمام، اجيب 0 طبع لي اسامة. هجيب 1 مثلا طبع لي احمد عادي. تمام. يعني انا ببدأ من الصفر لما اكون هكتبهم بعد السي اوت هطلبهم، او كنت هكتبهم كل واحدة لوحدها مثلا. اه تمام. التعامل مع الاري عامة بيبقى اسمها الحركة دي اسمها زيرو اندكس، او زيرو اندكس. زيرو اندكس، انت بتبدأ عد من الصفر. تمام. فالتعامل مع الاري عامة بيبقى كده. التعامل مع اي كونتينر حرفيا في البرمجة هتلاقيه دايما بيبدأ من صفر، ما عدا ممكن في لغات مثلا باين زي بايثون بيبقى فيه اختلاف بسيط، مش متأكد يعني. لا مش بس ماتلاب مش في مثلا. البايثون. ماتلاب ماتلاب اهو مثلا. اه مثلا. مش موضوعنا كده ولا كده، بس هو ايه، خليكم عارفين ان كله بيبدأ من الصفر. كده احنا زي ما قلنا الاري. قلنا السي ستايل ان احنا نكتبها كده اهو، داتا تايب اري نيم والحجم وبقيه الفاليوز مثلا، او نعمل كده ونحط الفاليوز بعدين مثلا اهو. 0 مثلا، فاليو 1، خليها 1 بس. تمام، ونكمل احنا بقى يعني. تمام. تمام. طريقه الاري كلاس بتتكتب كده، كلمه array بعدها ما بين اكبر من واصغر من الداتا تايب السايز والاسم والقيم ما بين برضو كيرلي براكتس. عشان نأكسس بتبقى بالطريقة دي. array name بعدها في الكيرلي في السكوير براكت الاندكس. تمام. سواء بقى هتعمل سي اوت، هتعمل سي ان، هتعمل اسمها ايه ابديت للفاليو مثلا، ايا كان. تمام. السايز اوف، لما بنعمل سايز اوف array name بيجيب لك مساحة كاملة يعني، او مش مساحة كاملة يعني، بيجيب لك شوف الداتا تايب دي بتاخد قد ايه في كام بايت مضروبة في الحجم بتاع الاري، في كام عنصر في الاري. تمام. لما انت بتعمل سايز اوف للاري اللي انت عملتها. فبالتالي عشان نعمل مثلا array links مثلا عشان نحسبه، بتبقى ازاي؟ بيبقى اهو سايز اوف على الداتا تايب سايز. ده بالداتا تايب سايز ده نقدر نجيبه ازاي؟ لو انا عارفه اصلا بكتبه، يعني ممكن اكتب سايز اوف انت. او لو انا مش عارفه وعايز اخليها بطريقه دايناميك شويه، بكتب سايز اوف اول عنصر مثلا في الاري، او اي عنصر في الاري مش هتفرق. يعني لو جربتها هنا اهو،
احنا عارفين ان بلاش في الاسترنج، لان الاسترنج يعني حط قيم كبيرة قوي. ماشي. انا عملت سي اوت لسايز اوف نيمز على سايز اوف نيمز مثلا اوف صفر، اهو جاب لي ان هم اربع عناصر. لو خليت دي واحد مش هتفرق بقى دي كام. هي الطريقة دي لان كلهم بيرجعوا نفس القيمة، احنا قلناها كلهم بيرجعوا نفس القيمة اللي هي 4، اللي هو وكأنك عملت كده من الاخر. تمام اهي. مش هتفرق بقى انت حطيت انهي رقم، هو كده ولا كده، كل واحد من دول بيرجع 4. تمام. 2D array احنا قلنا اول لما بنعمل جوه المربعين اسمهم ايه، السكوير براكتس. اول سكوير براكت بنحط الرو بعدها الكولوم. وازاي بنأكسس نفس الفكره برضو، الرو الاول بعدها الكولوم. بنبدأ طبعا العد من صفر. تمام. ما ينفعش نخلي كانت بوت array size as variable مثلا it must be constant. يعني ما ينفعش نخزن ما ينفعش قصدي نخلي مساحة الاري قيمة متغيرة، لازم تبقى قيمة ثابتة. تمام. to fix this مثلا fix this عندنا ال STLs مثلا، اللي هم ايه الفيكتور والمش عارف الماب والحاجات دي واللينكد ليست. اللينكد ليست مش STL على قد ما هي داتا ستراكشر بس يعني كده مثلا. تمام. والميثودز بتاعت الاري كلاس سايز فيل فرونت باك ات. تمام. الات اللي هي وكانك بتعمل كده، الباك هيطبع لك اخر حاجه، الفرونت اول حاجه. طب ما حسيتوش بان يعني دي طريقه غبيه قوي ان انا اطبع كل العناصر؟ تمام. ان انا اقعد اكتب صفر صفر مش عارف ايه، يعني في تكرار. تمام. صفر صفر، طب هنا صفر واحد اتنين واحد يعني بيبقى في حاجه اكيد اتعملت تغنينا ان انا اعرف ان انا اطبع كل ده. ان احنا هنا بنعمل ايه، بنكرر بنكرر بنكرر، بنعمل ايه، لوب. تمام. فده التاني توبيك هنقوله في السيشن دي اللي هو اللوبس. تمام. اللوبس هي حرفيا يعني عداد بيقعد يعدلك. تمام. فانت تقدر تستخدم العداد ده بقى ان انت تاكسس العناصر دي او تاكسس مثلا اري عاديه. تمام. في 3 انواع 4 انواع من اللوبس. عندنا بكي وورد اسمه فور، وعندنا بوايل. تمام. وعندنا بدو وايل، وعندنا فور اتش. تمام. هنقولهم كلهم يعني مش هيطولوا. الفور دي يعني ايه، دي كي وورد اهي. فور لوب، هو حتى هو مكتوبه فور لوب. تمام. بتكتب فور يعني السنتكس بتاعها، خلينا نكتب السنتكس الاول، فكك من ده بس دلوقتي. سنتكس. تمام. خليها كده. تكتب فور ما بين قوسين، تكتب الفاريبل اللي انت هتستخدمه، او بتبدا تعرف فاريبل، تعمل initialize لفاريبل. تمام. بعد كده سيميكولون، بعدها الكونديشن. الكونديشن العداد ده هيقف عنده. الكونديشن اللي العداد ده هيقف عنده. تمام. ودي الابديت. يعني ايه ابديت؟ يعني هتشوفه، بس دي التغيير اللي بيحصل في الفاريبل علشان الكونديشن ده يتحقق فاللوب تخلص، او عشان اللوب تخلص. تمام. بعد كده بتكتب الكود جوه الكيرلي براكتس. تمام. كود ايا كان بقى. خلونا نعمل الكلام ده اهو. فور مثلا بنبدأ نinitialize لفاريبل، يعني مثلا هنا هو متعرف عليه في اللوبز مع مبرمجين بنبدأ بالاي. تمام. انت اي مثلا هتساوي صفر او خليها تساوي واحد. تمام. الكونديشن ان الاري دي اللوب دي سوري هتخلص عنده ان لما الاي لازم تبقى اقل من الستة مثلا. تمام. ونحط سيمي كولون. وبعد كده الابديت اللي هيحصل في الاي هتزيد كل مرة هتزيد. يعني ايه كل مرة هتزيد؟ يعني خلينا كده نجرب نعمل سي اوت اي مسافة. اللي هيحصل كالتالي، هو أول حاجة عرف الاي بتساوي واحد. طيب هل الاي أقل من 6؟ لا. طب هل الاي أقل من 6؟
خلينا نطبع، لا طب خلينا نطبعها. تمام نكمل. بعد ما سوري لا تاني عيده تاني معلش. بص، اول حاجه بيعرف الاي بواحد. هل الاي اقل من 6؟ لا، اطبع او نفذ الكود اللي هنا ده. بعدها هيبدا يزود الاي بواحد. تمام، الاي بقت باتنين. هل الاي اقل من 6؟ لا، اطبعها. خلي الاي بتلاتة. هل التلاتة اقل من 6؟ لا، اطبعها. الاي بقت باربعة. الاربعة اقل من 6؟ لا، اطبعها. بقت خمسة. الخمسة اقل من 6؟ لا، اطبعها. بقت 6. هل الستة اقل من 6؟ اسمه ايه ده؟ 6 اقل من 6؟ لا. انا لما بقول الخمسة اقل من 6 انا قصدي انا كنت بقول لا اعتقد. المهم يعني الستة اقل من 6 لا. فخلاص كده هيقف. لو نطبع كده مثلا اهو، طبعا 1 2 3 4 5. تمام، طبعا من الواحد لحد اول قيمة اقل من الستة، او اخر قيمة قصدي اقل من الستة اللي هي 5. فهمتوها ولا اتلخبطت وانا بقولها او حاجة زي كده؟ طب الابديت ايه لازمته بقى؟ ابديت ايه لازمته؟ طيب انا هعمل حاجة هتخلي الجهاز ده يعلق. احنا لو عملنا حركة زي كده، ركزوا في الاوتبوت عندي يعني. تمام، ليه بقى المنظر ده؟ لان انا عرفت له الاي بواحد، وقلت له لو الاي اقل من 6 اطبعها. بس انا كل مره بقول له لو الاي اقل من 6 اطبعها. طب ما هي الاي قيمتها ما اتغيرتش، انا كده عمري ما هوصل لرقم اكبر من الستة فيقف. فاهم؟ ده واخد بالك؟ قاعد يطبع واحد 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 واحد. تمام، دي حاجه اسمها انفينيت لوب. طب انا في الابديت ده كنت ممكن اكتب مثلا اي بلس هاف. عادي زائد يساوي اهو مثلا. بس هي الاي هنا اصلا يعني عشان تظبط لازم نخليها فلوت مثلا. اه بالظبط. جربنا كده اهو واحد واحد مم. ونص، اتنين اتنين ونص. تقدر تزود بقى اي رقم انت عايزه. تمام، فهمت. تمام. تقدر تعملها العكس. واخد بالك؟ يعني يعني ايه العكس؟ يعني تقدر تعمل عداد بالعكس. يعني الاي هتبدأ بخمسة مثلا، او خلينا نبدأ بخمسة. وطول ما الاي اكبر من الصفر، اي تنقص. تمام، بحب اقولها بالطريقة دي. يعني انا عندي خمسة. هل الخمسة اكبر من الصفر؟ اكبر من الصفر. خلاص اطبع لي خمسة، او اطبعها لي يعني. تمام. بعد ما طبعها هيبدأ يقلل القيمة بتاعة الاي، فهتبقى 4. الأربعة أكبر من الصفر اطبع. بقت 3. التلاتة أقل من أكبر من الصفر بعدها 2. 2 أكبر من الصفر 1 أكبر من الصفر. صفر أكبر من صفر لأ، فهيقف. فهيطبع من 5 المفروض لحد 1 أهو. 5 4 2 3 1. تمام. طيب أنا قلت لكم خليكم جاهزين باللابات بتاعتكم. فأنا عايز واحد يطبع لي، يعمل array. تمام، يكتب array من عنده ايا كان فيها قيم قد ايه. مثلا array فيها 5 عناصر، ويطبعهم لي باستخدام الفور. خلونا نكتبها هنا اهو مثلا. بس لحظة، انا قلت اه باشمهندس احمد، انت الاري كده بتطبع يعني بتطبع من صفر لستة. يعني نفرض ان السنتكس صح، انت بتطبع من صفر لخمسة قصدي. انا عايزك تطبع عناصر الاري مش الاي بس. يعني انت كده وكأنك كاتب كده. كده هيطبع لي ثانية بين الفرق. كده طبع صفر واحد لحد خمسة مثلا. تمام، أنا مش عايز كده. أنا عايز كمان خلي دي لحد، خلي دي كده بس. كده طبعا من صفر لأربعة. أنا مش عايز من صفر لأربعة، أنا عايز قيم الأري. فأنت بتقوم عامل أهي كده أري كده كده أهو. طبعا من 10 ل50. ده كان قصدي يعني. تمام. فعلشان أهي، ده بقى استخدام أو مش استخدام. في الفور لوب الكونديشن اللي أنت بتحطه بيبقى لحد المساحة. ليه؟ لأن هو اوريدي مش بيعدي على القيمة دي. يعني لو حطيت هنا يساوي هيطبع لي كده قيمة جاربج في الآخر، أو هي هنا بقت بصفر مثلا. تمام، يعني الصفر دي مش موجودة هنا يعني. فأنت ممكن تكتب أو أقل من أو يساوي الأربعة. تكتب أقل من أو يساوي الأربعة، أو تكتب أقل من الخمسة. تمام أهو.
ايه تاني مثلا؟ طيب ممكن نطبع الاري بالعكس، ان احنا نبدا اصلا القيمه ب5، هنبدأها ب4 بقى، تمام، لأن مفيش 5 يعني، دي آخرها 4، هنبدأ ب4 وعايزين يقعد يقل، يعني 4 3 2 1 0. فالكونديشن أول حاجة هتبقى لحد ما تبقى الأي أكبر من أو يساوي الصفر. تمام، ليه؟ لأن إحنا هنطبع إيه، 4 5 4 3 2 1 0. تمام، فإحنا عايزين الصفر معانا، والأي بقى مش هتزيد، هتقل. لو جينا نعمل كده أهو طبعا العكس. تمام، فأنا عايزكم تقعدوا تجربوا مثلا تعملوا أري وتقعدوا تطبعوا. طب افرضوا مثلا، طب في 2 بعتوا كمان، تعالوا نشوفهم على السريع. ماشي. باشمهندسة أميرة، مظبوط. الفرق بس كده القيم هتبقى لازقة في بعض يعني، بس مش أكتر، يعني انت عاملة كده، فبالتالي القيم هتبقى لازقة في بعض. ثانية، كده بقت لازقة في بعض. فاحنا بنعمل كده مسافة بس، أو ممكن نعمل سلاش ان، باك سلاش ان، علشان ايه، يبقوا تحت بعض. عملناها كده، هيطبع مسافة جنب بعض. تمام، فاحنا شفنا ازاي مثلا نطبعها عادي، نطبعها من ورا لقدام. طب ما احنا ممكن نحط هنا، افرضوا مثلا هنا انا عايز شرط يعني يطبع لي. تمام، خليها مثلا اي كده اهو، خليها عادية اهي. طبعا مش عايز كله يطبع لي، انا عايز مثلا 10 30 50 يطبع، 10 30 50، ومحدش يقوم عامل لي اري فيها 10 30 50 بس يعني، ما انا عايز الاري دي كده اهي، فيها 10 20 30 40 50، وانت تخلي 10 20 30 10 30 50 بس اللي هتطلع. يعني ما ينفعش يقوم عامل لي كده مثلا، يعني انا مش الدرجات دي يعني. انا عايزها بالاري دي تطبع العناصر دي اهي. كده اول طريقة فعلا ان احنا نغير الامر ده، بدل ما يبقى زائد زائد يبقى زائد يساوي 2 اهو فعلا. تمام، في لسه طريقتين تانيين، طريقة نفس الفكرة بتاعت دي، والطريقة مش باستخدام اف، يعني لو ادينا هنت هي باستخدام اف ال الاري اوف اي. تمام، لو هو، او مش، هي فعلا مش الاري اوف اي، هي الاي اي موديلس 2 ايكوال صفر، هي سي اوت، سي اوت اري اوف اي مسافة مثلا. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا احنا قلنا في الاف عادي لو شرط واحد، انا بحب ما اكتبلوش اقواس. تمام، لو جربنا نعمل كده اهو، 10 30 50، يعني ايه بقى الكلام ده؟ هنا احنا مثلا احنا قلنا ده صفر واحد اتنين تلاتة اربعة، فاحنا عندنا صفر. هل الصفر يقبل الاسم على الاتنين، او باقي يعني الصفر، باقي اسم الصفر على الاتنين بكام؟ بصفر، فهيطبع اول قيمة. تمام، عندنا الواحد، هل باقي الاسم بتاعت الواحد على الاتنين بصفر؟ لا، فمش هيعمل سي اوت. تمام، فمش هيعمل سي اوت لده. طب عندنا الاتنين، هل باقي اسمة الاتنين على الاتنين بصفر؟ لا، طبيعي اه، فهيقوم يبدأ يشتغل هنا، فهيعمل سي اوت للاري اوف 2 اللي هي دي. والتلاتة، تلاتة على الاتنين باقي الاسم مش بصفر، فمش هيعمل آه... مش هيطبع. الأربعة، باقي اسمة الأربعة على الاتنين مفيش باقي اسم، فاللي هي بتساوي صفر، فهيطبع. تمام، دي بالنسبة لكم لو انتوا كنتوا عملتوا، مش فاكر كنت طلبت في التاسك ايفن واود، ان انتوا تشوفوا الرقم ده ايفن ولا اود ولا لا، بس دي الطريقة اللي بنحدد بيها الرقم ده ايفن ولا اود. احنا بنشوف هل هو يقبل الاسم على الاتنين، او باقي اسمة الرقم على الاتنين لو بصفر يبقى هو يقبل الاسم على الاتنين، لو مش بصفر يبقى بواحد، لو مش بصفر قصدي يبقى ما يقبلش الاسم يعني، فرقم فردي زي الواحد يعني. تمام، خلينا نكمل بس بقية انواع اللوبس. طبعا مش لازم نبدأ من الصفر، يعني احنا ممكن هنا اقول له انا عايز ابدأ من ال20 واخلص عند ال40. ممكن ابدأ من ال20 دي اللي هي كام، عند واحد. تمام، واخلص عند ال40 اللي هي عند التلاتة. تمام، عملنا سي اوت كده اهو، 20 30 40. تمام، فاقدر اعدل بقى براحتي يعني.
فانا حبيت على طول اول ما نقول اللوب نقول على طول استخدام ليها. احنا بنستخدمها بشكل اساسي في الاريز مثلا، او ان احنا نعدي على كمية ارقام كبيرة. تمام، فده كده احنا قلنا السنتكس بتاع الفور. تاني حاجة عندنا الوايل. الوايل بتتكتب ازاي؟ بتكتب وايل وبين قوسين كونديشن، او ايه، مش اي كونديشن، true condition. condition. تمام، يعني ايه true condition؟ وطبعا ايه هنا الاقواس والكود. تمام، يعني ايه الكلام ده؟ خلونا نكتب هنا هو وايل. يعني ايه true condition؟ لازم هنا الشرط اللي ما بين القوسين دول يبقى بترو علشان الكود اللي هنا يتطبع. تمام. طب ثانية قبل ما ندخل في الوايل، في الفور احنا بنكتبها كده اهو. كنت حابب العب معاكم شوية بيها، ان احنا نعمل ايه مثلا. ماشي، شايفين كل اللي في الاقواس دي احنا نقدر نستغنى عنه. يعني نقدر نستغنى عنه. انا ممكن اعرف الاي بره، ممكن اقول له اهو انت اي هتساوي صفر. تمام، واشيل السطر ده من هنا. لكن لو هشيله لازم تاخدوا بالكم ان انا اسيب السيمي كولون محطوطه. تمام، هل لو عملت كده رن عادي طبعا من 10 ل 50. لكن الطريقه دي فيها عيب، ان انت بعد كده تقدر تستخدم الاي. يعني افرض مثلا انت معرف فاريبل تاني في بقيه الكود اسمه اي، فكده هيبقى فيه كونفليكت، ان انت في هنا اي وتحت هيبقى فيه اي، فيجيب لك ايرور او كده يعني. تمام، فالافضل ان انت ما بتعرف هنا الاي، يعني بتحط ده هنا كده اهو. لو انت حاولت بعد ده تعمل سي اوت للاي، هيقول لك مش هيكون شايفها اهو. يقول لك ايرور اي ماست بي ديكليرد. ده معناه ان ذيس سكوب. ده معناه ان انت ما بتعرف الاي هنا، بتبقى متعرفه في السكوب بتاع الفور بس. يعني بتبقى متعرفه من اول القوس ده لاخر لحد القوس ده. تمام، عكس مثلا ما اعملها هنا اهو. مالها فاضيه اهو. تمام، هعمل كده اهو. سيمي كولون. عملنا كده اهو. خلي بعد ده ماشي عشان بس تشوف اهو. طبعا ال 10 20 30 40 50، واخر قيمه هو وصل لها كانت الخمسه. طب ليه بقى مش اربعه؟ لان احنا ما بنيجي نتشيك، هو مثلا وصل للاربعه، الاربعه اقل من خمسه هيطبع. طب هيزود، بقت خمسه، الخمسه اقل من خمسه لا، فدي هتقفل او هنقف، دي مش هتكمل، وهيقوم طابع الخمسه. خدين بالكم؟ تمام، لو حد مش فاهم الجزء ده يقول عادي. فده عيب ان انت تكتب الاي بره او تعرفها بره. تمام، وممكن تعمل كده عادي، انت اي وتكتب هنا اي هتساوي صفر، بس هتبقى نفس الفكره برضو. تبقى نفس الفكره ان هتقدر تاكسسها يعني من بره الفور. لكن طبعا دي الطريقه البيست براكتس يعني، او دي افضل طريقه ان انت تكتب بيها الاي. نفس الكلام في الشرط ده، انت ممكن تشيله من هنا وتخلي هنا تكتب اف الاي اقل من اف الاي بقى عدت الخمسه او عدت الاربعه، اعمل بريك. مظبوط كده ولا انا كاتب غلط؟ اوكي. آه كده نفس الفكره. لو انت هتشيل الشرط اللي من هنا ده لازم تسيب السيمي كولون محطوطه. تمام، معناه ايه ده بقى؟ لو الاي بقت اكبر من الاربعه اعمل بريك. بريك دي بيخرج من الفور، حتى لو لسه يعني انت الفور شغاله شغاله شغاله، لا بريك قام خرج على طول بره. تمام، فهنا مثلا لو احنا جربنا نعمل خطوه خطوه، بدأنا بالصفر، الصفر اكبر من الاربعه لا، هيطبع اول عنصر. تمام، الواحد بعدها يبدأ يزود، بقت واحد، الواحد أكبر من الأربعة لا يكمل، اتنين أكبر لا يكمل، تلاتة أكبر لا يكمل. هل الأربعة أكبر من الأربعة؟ لا، فهيقف ويخرج المفروض يعني. تمام، فدي كلمة برضو بدأوا يتعودوا عليها، اللي هي كلمة بريك. تمام. لكن برضو أنا بحب أخلي ده هنا كده، هو إيه مش أكبر من الأربعة. هي هنا هل الأربعة أكبر من الأربعة؟ لا، فهيكمل ده. واخدين بالكم؟ هي عشان كده طبع اخر عنصر عادي. هل الاربعه اكبر من الاربعه؟ لا، هيكمل. هل الخمسه اكبر من الاربعه؟ فهيبدا يعمل بريك. اما هيعمل بريك هيخرج خلاص، هيقفل.
تمام. لو جربنا نكتب هنا يبقى اقل من 5 عادي. نفس الفكره برضو في الزائد زائد، انت تقدر تشيلها وتحطها تحت، تحطها هنا اهو. دي بقى اصلا ما كانش بيبقى مكتوب فيها سيمي كولون، فمش محتاج تكتب سيمي كولون مكانها اهو. ده معناه ايه؟ ده معرف الاي اهو. الاي اقل من الصفر اقل من 5 هيطبع بعدها يزود، الواحد اقل من 5 يطبع بعدها يزود، الاتنين اقل من 5 وهكذا يعني. تمام. فايه دي طريقه حبيت اقولها. ففي نفس الفكره ان احنا ممكن نستغنى عن كل حاجه من الحاجات دي من هنا ونحطها في اماكن بره او جوه اللوب. الفكره دي بقى اللي بنكتب بيها الوايل، ان احنا بنعرف اصلا الرقم من بره، بعدها نكتب وايل. وايل الاي ده اقل من، او خليها اقل من الاربعه. تمام، خليها 5. طول ما الشنط ده صحيح الكود اللي جوه ده هيرن، يعني هنعمل سي اوت اوف اي. طيب من قبل ما اعمل رن، ده كده هيطلع لي اوتبوت ايه؟ حد يرفع ايده ويقول على طول. الكود ده كده هيطلع لي ايه؟ من 10 ل 50 المفروض. لا. اتفضلي يا باشمهندس ايمان. هو مش ده هيبقى انفينيت لوب؟ يعني كل مرة صفر هيبقى أقل من 5. بالظبط. انفينيت. بالظبط. هو هيقعد يطبع 10 10 10 10 ما لا نهايه، لان انا هنا ما حدثتش قيمه الاي، ما عملتش ابديت لقيمه الاي. احنا لو جربنا هنا اهو. طبعا لو حد بالغلط عمل معاه الحوار ده، عشان توقفوا الكلام ده كله بتضغطوا كنترول سي. اهو هعمله تاني كنترول سي اهو، ده اللي بيوقف الكلام ده. تمام. تكتبوا كلير مثلا لو عايزين تمسحوا كل الاوتبوت اللي طلع او قبل كده. دي حاجه لها علاقه بالتيرمينال مالناش دعوه بيها دلوقتي. فعشان نصحح ده بنقوم كاتبين ايه؟ اي زائد زائد، عشان الشرط اخيرا يعني ما يبقاش ترو، يبقى بفولس مره. فاول مره هيبقى فولس بيها هيخرج بره. يعني ايه؟ انا عملت كده اهو ظبطت. تمام. فهي اهم حاجه عندنا اللي احنا الفاريبل اللي احنا هنمشي عليه، والكونديشن والابديت اهو. تمام. دي كده الوايل. عايز اديكم عليها امثله، لكن خليها بس ننط للدو وايل. تمام. الدو بس عشان مش كل شويه اعمل كده. تكتب دو وقوسين وبتكتب هنا كود. تمام. وايل ده متحقق مثلا، او وايل ده ترو. يعني ايه؟ يعني مثلا دو مثلا، برضه خلينا نعرف الاي من بره اهو. سي اوت للاي، للاري اوف اي، والاي زائد زائد مثلا. وايل بقى مش كده، وايل الاي اقل من 5. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هيطبع عادي من 10 ل 50. لو جربنا اهو. طيب ايه لازمتها دي، او فرقت ايه بقى عن الباقي؟ او فرقت ايه عن الوايل مثلا؟ ان دي بتدو الاول، يعني بتنفذ الكود ده بعدها بتشوف الشرط ده اتحقق ولا لا. يعني انتوا عارفين لو انا مخلي دي اصلا مخلي ده 4، مخلي دي مثلا لو الاي اقل من 0، المفروض ده ايه اللي هيحصل؟ ان هو هينفذ هينفذ الكلام ده الاول، بعدها يشوف هل الاي اقل من 0. لا، الاي ب4 اصلا، فهيقوم قافل اهو. هو طبع لي 50 بس، لان انا اوريدي معرف الاي ب40. بعدها هيطبع، بعدها معرف الاي ب4 قصدي، اللي هي هنا 50. تمام. فهيطبع ال 50، بعدها يزود الاي هتبقى ب5. هيقوم قايل 5 اقل من الصفر لا، فيقوم قافل. فمن الاخر يعني لازمه الدو وايل دي ان احنا بيعمل الكود مره واحده على الاقل، حتى لو الشرط ده مش ترو. يعمل الكود ده مره واحده على الاقل حتى لو الشرط ده مش ترو. دي مثلا ممكن تفيد في حاجه زي ايه؟ زي حوار لو انت كل مره تيجي تعمل لوج ان على اكونتك مثلا والباسورد غلط مثلا. يعني احنا هنا مثلا
واحد اتنين تلاتة مثلا. تمام. هتعمل هنا string input. تمام. cn الانبوت ده while الانبوت don't equal الباسورد، هيفضل يشتغل هيفضل يشتغل هيفضل يشتغل. يعني ايه؟ يعني انا اهو، بس خلينا بس ايه out enter. تمام. كاتب باسورد طبعا اهو. هيقول لي enter your password، هقول له مثلا اسامه مثلا. كمل رن، عمل رن تاني. ليه؟ لان اسامه مش بتساوي واحد اتنين تلاته، كتبت واحد اتنين بس مثلا. هيفضل يشتغل 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 حتى لو لحد قصدي ما الباسورد تبقى مظبوطه. هكتب كده اهو، قفل. طب ده معناه ايه؟ هنا دي الفايده، ان هو على الاقل عمل رن مره واحده. تمام. لان انا ممكن من اول مره عادي اكتب واحد اتنين تلاته، فهو قفل من بعدها. فهو دي الفايده، ان انت بيعمل رن على الاقل مره واحده. تمام. هي دي الدو وايل. طيب نكمل لحد 40. تمام. عشان بس نكمل اللوبز براحتنا. فكده دي الدو وايل. الفور ايتش دي بقى بتستخدم مع الاريز بالذات، او مع اي كونتينر بالذات. يعني ايه مع اي كونتينر؟ يعني انا اقدر اعمل فور وافتح قوسين واكتب انت اي، واعمل نقطتين فوق بعض واكتب اسم الاري. الحركه دي ايه؟ يعني بيخلي الاي دي بتاخد الادرس بتاع ده. او يعني لو جربنا هنا نعمل سي اوت للاي بس، واخدين بالكم نكتب الاي مش الاري اوف اي اهو، طبعا للقيم. ده لان هو هنا بيخلي الاي ذات نفسها بالقيمه بتاعت الاري. تمام. يعني الاي هنا مش بصفر واحد اتنين تلاته، لا هي هنا ب10، بعد كده بقت ب20، بعدها بقت ب30. الاي ذات نفسها هي اللي بتبقى بالقيمه. تمام. ولازم هنا الداتا تايب يبقى نفس الداتا تايب بتاع الكونتينر اللي عندنا او الاري اللي عندنا. يعني أنا لو خليت هنا كاركتر الدنيا باظت خالص. لو خليت هنا ايه مثلا سترينج مثلا، ما ينفعش اصلا، المفروض يجيب ايرور. مش عارف هو اهو، ما ينفعش. بيقول لك ما ينفعش احول من انت لسترينج ولخبطه يعني. فهي لازم يبقى نفس الداتا تايب. يعني هنا مثلا كتبنا for each syntax. تمام. بنعمل for، وهنا الداتا تايب اوف كونتينر مثلا، او اوف خلينا مؤقتا هنا الاوف الاري اللي عندك اصلا. بعدها variable name مثلا، بعدها نقطتين فوق بعض، بعدها الاري نيم. تمام. وهنا بقى الكود اللي انت عايزه سي اوت مثلا الاي بقى على طول ايا كان. تمام. فدي الطريقه اللي بنكتب بيها فور ايتش. فهنا بقى مش محتاجه اقول له الاي لازم تبقى اقل من رقم معين. لا، انا مهما هقعد احط، يعني خلينا بس نشيل ده، مهما هنا هقعد احط في ارقام هي كده ولا كده بقى خلاص الحجم بتاع الاري بيتغير. فده اللي اوريدي بيتغير لوحده. يعني انا لو عملت كده اهو طبعها كلها. عكس ما انا كنت عامل فور بايدي، كنت لازم اكتب. يعني لو انا عامل فور بايدي كده اهو، تمام، لازم انا اقول له هيقف لحد كام او المساحه بتاعت ده. طب ما انا ممكن اعمل برضو الحركه دي. يعني بدل ما انا اكتب الرقم بايدي ممكن اعملها بطريقه متغيره، ان احنا نعمل ايه انت سايز مثلا سايز اوف الاري اهو على سايز اوف الري اوف زيرو اهي. دي استخدام لمثلا ان احنا نخزن قيمه نخزن اللينكس بتاع الاري. لو كتبنا هو لحد السايز. تمام. ماشي ثانيه الاول انا ناسي اوت كده اهو اهو. تمام. فدي كده برضو عملتها بطريقه دايناميك، ما اضطريتش انا اللي اكتب مثلا اعد دول كام عنصر واكتب انا بايدي 5 مثلا. تمام. دي خليتها مهما هقعد اغير، هقعد ازود قصدي او اقلل. عارفين لو قللت اهو مثلا قللت حبه كده برضو هيتغير لوحده. تمام. فدي كده الفور والفور ايتش والوايل والدو وايل. طيب خلينا نوقف ممكن لحد تاني؟ هنا. طب الفرق بين 4 والفور اتش؟ الفور والفور ايتش اهو. انت الفور
اولا اقول لك، بص خلي انت الفور العاديه الاي ذات نفسها بتبقى بس يعني بتبقى صفر لحد الرقم اللي انت عايزه، بتبقى من صفر او من الرقم اللي انت محدده هنا لحد الصفر اللي انت عايزه، القيمه اللي انت عايزها. يعني ايه؟ يعني مثلا خلي بس ده كده اهو، هنا الاي كانت بصفر، بعدها طبعت، ثانيه عشان بس السنتكس يبقى كويس، هنا الاي كانت بصفر، بعدها الاري اوف صفر هي اللي ب10، الاي بقت بواحد، الاري اوف واحد هي اللي بقت ب20. فاهم يعني؟ وكاني فاهم يعني الاي هنا بصفر واحد اتنين لحد الرقم اللي عندي، هو كاني كل مره بعمل صفر واحد اتنين. عكس الفور اتش، الفور اتش اصلا الاي هي القيمه على طول، يعني الاي انا بعمل سي اوت للاي، واخد بالك؟ مش بعمل سي اوت للاري اوف اي. عملت كده اهو، سي اوت اري اوف اي، لان هنا الاي قلت بتبقى بصفر واحد اتنين تلاته، هنا بتبقى بقيمه الاري ذات نفسها يعني على طول اي تبدا على طول ب10، بعد كده 20، بعد كده 30، من غير ما انا احط حتى شرط الزياده، من غير ما اقول له هتقف امتى، فاهم؟ من غير ما اعرف اصلا ان الاي هتساوي حاجه، انا بقول له خلي الاي تاكسس على طول الاري. يعني هتشغل الاري كله دايما، بس الفور بس ديت ممكن اوقفها مثلا قبل الاليمنت قبل الاخير مثلا. اه دي غصب عني هتفضل هتوصل للاخر، ما عدا لو انا حطيت اف في النص. تمام، ماشي. يعني ممكن تمام. احط هنا اف مثلا الاي وصلت للواحد، خلي بس نزود الارقام مثلا هنا اهو، لو الاي وصلت للتلاتة مثلا، خليها اتنين، بريك، فهو هيطبع من، شكرا. هنا بقى ما ظبطتش اهي، ده اول مثال، لان هنا الاي مش باتنين، هي فعليا بالقيمه دي على طول، يعني هنا صفر واحد اتنين، يعني هنا الاي ب30، يعني في الحاله دي انا اقول له 30 اهي. تمام، هنا الاي مش بصفر واحد اتنين تمام. تلاته، هي ب10 20 30 40 50. تمام. في حاجه كده سريعا عايز اقولها، مع ان انا عايز اقفل يعني، بس حاجه سريعا، وهي احنا قلنا البريك. تمام، قلنا البريك في حاجه اسمها كونتينيو. تمام، يعني ايه كونتينيو؟ يعني مثلا هنا انا الفور دي بتخليني اطبع عناصر الاري كلها. طب افرض مثلا انا عايز اطبع 10 20 ومش عايز اطبع ال 30 واكمل 40 50، هل ممكن مثلا اعمل سي اوت اف قصدي الاي ايكوال صفر واحد اتنين، هنا اتنين، لو عملنا هنا بريك، بالك لو عملنا هنا بريك الفور كلها تقف خلاص. يعني انا قلت انا مش عايز اطبع ال 30 بس، يعني عايز 10 20 40 50، لما انا عملت بريك هنا يعني ايه، خرج من الفور لوب كلها. اما لو عملت هنا كنت كونتينيو اهو، يعني ايه كونتينيو بقى اللي اتعملت دي؟ يعني ايه كونتينيو اللي اتعملت دي؟ معناه ايه؟ ده الاي بتساوي 2، تمام، الاي بتساوي 2 عدي، يعني ما تنفذش الكود اللي هنا، او ما تنفذش بقيه الكود، اعمل كونتينيو. يعني اعمل كونتينيو يعني مثلا ال... وكانه نزل الاي وصلت ل2، فبدل ما ينزل للسطر ده لا هو طلع فوق تاني، خلاص طلع فوق تاني وبدأ يكمل من التلاتة. وصلت الفكرة ولا ايه؟ لو حد عنده سؤال يعني ايه كونتينيو او بتعمل ايه؟ جربت اهو تاني 10 20 ما طبعش ال 30، 40 50، عكس لما حطيت بريك كانوا 10 20 ووقف اصلا. تمام، فده الفرق بين البريك والكونتينيو يعني. خلينا نوقف لحد هنا. ليه ما طبعش 30؟ الكونتينيو دي وكأنه بيقول سكيب الرقم ده، او سكيب الحالة دي الاتريشن ده، يعني هنا صفر واحد اتنين كونتينيو، ما تطبعش، ما تنفذش هنا تمام. ايا كان، فاهم؟ ايوه. فبيعمل سكيب، وكأنه سكيب يعني معنى كلمة سكيب. عكس بريك، بريك بيقول لك اقفل كله خالص. خلينا نوقف هنا عشان